تعالوا دلوقتي هنقول لكم انا وعلي اتعرفنا على بعض ازاي. تعالى يا علي، هنحكي لهم اتعرفنا على بعض ازاي من 4 سنين. 4 سنين صح؟ هو اكتر من 4 سنين تقريبا. لا، هو بصوا يا جماعه ببساطه انا كنت بحاول اشقطها وما عرفتش، يعني كان الموضوع صعب يكاد يكون مستحيل. بس انا عندي مبدأ في حياتي، الحاجه كل ما كانت صعبه كل ما كانت لذيذه، كل ما كانت ألذ. صح. فكنت عاملها فولو وهي عامله لي فولو، ولا انا اعرفها ولا هي تعرفني بالظبط كده. بس انا اعرف عنها ان هي ملكه جمال مصر 2017، فحاجه اكيد يعني ايه مستحميه زي ما انتم شايفين. ابعت لها رسائل سين وما تردش، احاول اكلمها سين لايكات وكومنتات مفيش. فبالصدفه بقى هي كانت على بوت مع جوز اختها واختها، واحد صاحبي كان معاهم فبيكلمني فيديو كول، ففجاه لقيت ايه بيندهني بقى صاحبه بقى، ده بقى بيقول لي تعالي سلمي على علي غزلان. قلت له ايه ده انا عارفاه، هو ايه علي مش عارف ايه. قعدنا نتكلم مثلا نص ساعه او حاجه كلنا مع بعض، انا وصاحبه قسما وعلي. بالله ساعتين. مش هي فاكرة اصلا لما الصراحة. بتفتح في الكلام رغايه. وقعدنا نتكلم عادي مع بعض، ما هو يعني هو كده كده بيتكلم فيس تايم لواحد صاحبه وانا مش مركزه، يعني عادي على بوت والساحل بيبقى كلنا دمنا خفيف ولذاذ. قصه حياتها. وانت كمان حكيت. قلت بس خلاص ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال. قلت خلاص بقى انا في المرحله دي انا هتعرف عليك. نزلت من على البوت، ابعت لها هاي ازيك انا علي فاكراني اللي كلمنا بعض في السكو، ما ردش عليه. ما تردش. ايه البت دي؟ ابعت لها رسائل ما تردش. بعدها بيومين احنا كنا في الساحل، فببعت لها بقول لك ايه انا النهارده ماليش اي حاجه، ايه رايك لو ننزل نتغدى مع بعض النهارده؟ قلت له انا مسافره. قالت لي والله انا مسافره النهارده مش هينفع ايه اشوفك. يوميها بالليل رايح مطعم لقيتها قاعده هي واصحابها، يا بنت اللذينه كنت جاي رايح لها فصرحتني ببساطه قالت لي بص انا ما بخرجش مع اولاد وما بعرفش اخرج مع حد ما اعرفوش. عجبتني. قلت له ما بخرجش مع ولاد، بتعرف عليهم من على الانترنت، يعني اي حد اتعرف عليه من الانترنت ما ينفعش اخرج معاه. عايز اوصل لها عملت ايه؟ انا كان عندي مطعم اسمه ستومك، تمام، مطعم فرايد تشيكن، فهي موديل وملكه جمال مصر. قمت جاي مكلمها بقول لك يا فرح انا عايزك في مشروع مهم جدا. قالت لي ايه؟ قلت لها انا عايز امباسادور سفيره للمطعم بتاعي وهعمل اول دور في الشوارع ومصر كلها تشوفك وهصورك سيشن وهيبقى في شارع عباس العقاد والمحور واسكندريه كل حته وكفر الشيخ. قالت لي قشطه يلا بينا. والله العظيم رحت اجرت استوديو وفوتوغرافر وميك اب ارتست وهير دريسر وستايلست ولبس واكل. والله دفعت كتير بجد مكان تصوير حقيقي، يعني مستحيل اشك ان ده كذب. ورحنا الاستوديو وتصورنا سيشن جميل جدا مع حد اسمه عمر سامي وخلصنا الموضوع. تاني يوم بقى خلصت السيشن قلت لها بقى عايزين ننزل عشان ننقي الصور مع بعض. كنا مصورين 100 صوره، نقينا من 150 في 10 دقايق وقعدنا 4 ساعات نتكلم ونحكي. دي حقيقه. مشينا. البنت عجبتني فقمت جاي مروح. تاني يوم بقول لها الفوتوغرافر قال ال 50 صوره دول لازم ينزلوا ال 20. نزل التاني بقوا 20 صوره واتكلمنا مع بعض شويه. رجعنا الصور لما وصل للديزاينر هو محتاج 5 بس، فلازم ننزل نختار ال5 كمان. نزلنا تاني صورنا اخترنا ال5 التانيين بنختار في 3 دقايق ونقعد بقى نتكلم ونحكي. دي حقيقه. بنت عجبتني وبصراحه انا عجبتها تمام. بعديها انا سافرت روسيا. لا استنى، انت الاول عزمتني على عيد ميلادك وما جاتش. عزمني على عيد ميلادي ودخلني في جروب كده على الواتساب، وانا اللي هو ايه العشم ده، انت ازاي اصلا تعزمني على عيد ميلادك وانا وانت ما فيش. اصل انا بالنسبه لي عيد ميلاد ده قرب قوي، يعني عشان اروح عيد ميلاد حد لازم ان هو نبقى كده. عزمني بقى على عيد ميلاده، لا مش تنجر، انا ما كنتش عارفه كويس. ما رحتش بقى لعيد ميلاد، فهنا اتجنن اكتر. فعملت ايه بقى؟ انا كنت سافرت روسيا وفرح عندها حوار كده لما فاشله في الدراسه. يعني ايه فاشله في الدراسه؟ يعني لما يبقى عندها مذاكره مثلا تهرب باي حاجه. فانا كنت في روسيا هناك بيتكلموا روسي بس ما حدش بيتكلم انجليزي، فانا ما بعرفش اتكلم روسي، فكنت عايز اهرب باي حاجه اكلم اي حد، ودي عايز تهرب من المذاكره فعايز اتكلم اي حد. فاحنا اتكلمنا فيس تايم فيديو، فضلنا شهر كامل، انا قعدت شهر كل يوم اتكلم فيس تايم فيديو 24 ساعه. دي اهرب من المذاكره اكلم عليه. كنت لسه ساعتها في اعلام ما خلصتش. فقبل ما ارجع بقى عايز اعمل حركه شيك، فبقول لها فرح بقول لك انا راجع روسيا، راجع من روسيا بعد بكره، مش محتاجه اي حاجه. قالت لا مش عايزه. والنبي فرح اطلبي اي حاجه. طيب مش عايزه حاجه خالص. فطلبت برفيوم معين من لانكوم. قعدت ادور عليه في مولات موسكو كلها مش موجود. هو اصلا مش موجود في كل العالم، يعني البرفيوم ده اصلا ناقص، موجود مثلا في باريس، موجود في كام حته بس. قسما بالله لقيته في مول يبعد عن موسكو 900 كيلو. الحب نار. جبته واشتريته، حتى بكلمها في ستايم فيديو قلت لها بقول لك يا فرح في اللي هو الترافل سايز اللي هو 20 مللي مثلا. قلت له لا 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 عايز الكبيره 200 مللي. ال 200 العشم ما رضاش تيجي عيد ميلادي. فالمهم ايه جبت ال 200 مللي وجبتها ورجعت اقابلها بقى. اصل انا مش فاضيه 3 ايام بحاول اقابلها ما عرفتش. عرفت اقابلها ازاي بقى؟ بالشوكليتس. هي بتعرف تحب الشوكولاته
وكانت منزله ستوري كده على الفيسبوك التفاصيل، نفسي حد يجيب لي بوكيه ورد ايه شوكولاته. قلت بس كلمت واحد صاحبي اسمه سونا مشمش، قلت له يا سونا انا جاي لك ولازم معايا واحده بحاول اشقطها اعمل الواجب يا معلم. قال لي يا باشا تعالى وخد اللي انت عايزه اوامر. المهم جبتها، بقول لك هنا في مكان فيه شوكولاته وبتاع، قالت لي يلا بينا. 3 دقايق كانت عندي. المهم ايه، اختاري اللي انت عايزاه. ايه تختار شوكولاتايه مثلا قد كده، او لا اختاري حاجه اكتر. تقوم جايه مختاره مثلا ايه شوكولاتايه مثلا كده. قلت لها لا اختاري اكتر. قمت جايه جايب لها بقى السبت الصغير ده، قلت لها ايه حطي فيه اللي انت عايزاه. قسما بالله جات لي مكالمه تليفون 12 دقيقه، طلعت رجعت قسما بالله 6 شغالين كل واحد ماسك سبت من الكبير وبيقول لي يلا حطهم على العربيه. قعد يقول لي صاحبي صاحبي وخدي اللي انت عايزاه وصاحبي، وبقول لك ما يهمكيش مش هدفع صاحبي، خلاص هعمل ايه ما يعني؟ بيردش عليا من ساعتها. المهم رحنا بقى عشان نختار. قلت له لا هات الحاجات دي عايز اشوف ثمنها كام. والله العظيم الشيك ب 24000 جنيه. مش حسبي خساره الله فيا، ونعم الوكيل. مش خساره فيا. كنت بشوفك بخيل ولا لا؟ هو بقى لو المشكله كنت مش في دي بخيل ما بقى. كنتش عارفه اعيش معاك. المشكله مش في دي بقى، المشكله ان انا جبنا الشنط وحطيناها في العربيه تمام، ان تقول لي شكرا ما قالتش. لا ايه والله ما قالت شكرا. دلوقتي اللي حصل ايه، فمعايا بقى البرفيوم، قلت لها فرح انت في حاجه نسيها. نسيتيها. قالت لي ايه، قلت لها البرفيوم. هي كانت ركبت العربيه. عملت ايه بقى والله العظيم، قامت جايه فاتحه الازازه بتاع العربيه الناحيه الثانيه وقالت لي خلاص حطها على الكرسي هنا. ثانك يو. قالت لي ثانك يو. قام جايه يا بنت اللذينه. ايوه انت كنت عايز تقوم احضنك يعني، واحنا ما فيش اي حاجه 900 بينا. كيلو رايح 900 كيلو هو جاي. بقى كان في شوكولاتات خيالاته ب ايه؟ 24000 جنيه ان انا هقوم احضنه واقول له مش عارفه ايه احضنك، تحضنيه واحنا ده. ما فيش ده بينا انا حاجه. كنت متوقع بقى حبيب ما فيش بينا حاجه. يا نهار اسود. ما كانش في بينا حاجه أقسم بالله بنحضنك. كنت عايز اعيط في الشارع. مفيش حاجه اسمها كده. خلاص. عارف الحركه دي تقريبا حاسس ان ايه الموضوع بقى كويس. انا كان عندي مطعم اسمه ام حسن، فقمت جايه ايه عازمها على الاكل. جت هي والله العظيم شوف العشاء، ومامي هي ومامتها مش عارف واحده قريبه مامتها بنت خالة واتنين مامي. صاحب. لا يعني بس كده كانت ليله يعني. المهم ايه قعدت مع مامتها. هنا بقى اتاكدت ان انا عايز البنت دي. ليه بقى؟ من وجهه نظري الشخصيه، في مثل بيقول الاناء ينضح بما فيه. يعني ايه؟ شوف الام هتعرف بنتها. صح. قسما بالله انا ما شفت حد نظيف ومستحمي وجميل ولطيف وشياكه ولباقه وادب واحترام زي مامتها. انا من اللحظه دي انا قلت البنت دي ايه، مراتي. لو بقت زي امها انا كده مراتي وراضي. مشيت من هنا وخلاص. تاني يوم فرح اتغيرت 180 درجه. بقيت هي انا اللي اتصل بتكلمني بقى واكلمه وانا اللي ما اردش وهي اللي تبعت لي على الواتساب وهي ولا اللي ما اردش ابقى مشغول. من الواضح ان مامتها قالت لها بقول لك الواد ده كويس وابن ناس وطيب، دي حقيقه، ودفع شيك كبير في ام حسن فايه فتعالي تمام. فبدانا ان ايه نقرب من بعض شويه لحد ما حصل موقف كده صغير، ان هو انا كان عندي تجربه سابقه وكده فانا ما كنتش حابب اتكلم عنها. فهي طلعتني من التجربه السابقه دي بجمله جميله. قالت لي بص مش كل البنات وحشين، انا عايزاك تشوفني وحشه لحد ما تتاكد اني حلو وكويسه ومحترمه وبنت ناس. اول ما تتاكد لو فكرت تشك فيا قسما بالله هعمل قناه على اليوتيوب وافضحك. وفعلا قسما بالله قعدت ادور وراها واسال طوب الارض، ما حد اتكلم عنها غير كل كلام كويس وجميل. لدرجه اصل هتبقى مراتي فبسال بقى من وجهه نظري. سالت واحده كانت انتمتها ومتخانقين مع بعض، فطبعا لو متخانقين اكيد هيطلعوا يقولوا ايه كلمه وحشه عنها وبتاع. قلت لها بقول لك ايه فرح ايه رايك فيها؟ قالت لي بص انا متخانقه معاها ودلوقتي ما بطيقهاش، بس انضف حد هتعرفه في حياتك. انا اللحظه دي قالوا يا فرح انا بحبك عايز اتجوزك. اقسم بالله بعدها بيومين كنت بقابل باباها، وابوها حد محترم جدا جدا جدا. لما رحت له قلت له انا فلان وفلان 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 ومعايا 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 واهلي قال لي ولا فارق معايا كل الحاجات دي، هتصونها يا ابني؟ قلت لها اه. قال لي شكرا مبروك يلا الخطوبه. الخطوبه كانت بعد اسبوع، اتجوزنا مع 6 شهور، ودلوقتي الحمد لله معانا رحيم كام شهر؟ 10 شهور. هيكمل 11 شهر. معانا ليان. ليان مين دي؟ دي لسه جايه في الطريق. حرقت لنا حرقت المفاجاه للناس. ايوه حرقت بس ودي كانت قصه طب سؤال بدي اسال، ليان ولا ليال؟ ليان ولا ليال؟ بص اللي هيجاوب على السؤال ده هنعرف هو تابع الفيديو للاخر ولا لا. صح كده. الفيديو داخل في 10 دقايق هنشوف في الكومنتات. خلي بالكم بتاع امبارح كان 14 دقيقه، انا عملت له كروب لحد 10 دقايق. يلا اي لاف يو. دي كانت ليان ولا ليال؟ ولا ليال؟ يلا
ليان ولا ليال؟ ولا ليال؟ ليال ليان ليان ولا ليال؟ هي فين اصلا؟